السلام عليكم. وانت شغال على جوجل شيتس او مايكروسوفت اكسل، عمرك شفت الكاونت فورمولا؟ لما بتيجي تعمل كده بتلاقي فيه كاونت كتير قوي. عمرك سألت نفسك كل الكاونت دي، كاونت فورمولاز دي لازمتها ايه؟ يلا نشوف مع بعض. عندنا 8 كاونت فورمولا في الاكسل. اول حاجه الكاونت، تاني حاجه كاونت ايه، كاونت اف، كاونت افس، كاونت بلانك، دي كاونت ايه، وكيوسيت كاونت. طيب ناخدهم واحده واحده. الكاونت بتجمع اي numerical values في السيلز، بمعنى ان هي بتجمع اي سيل فيها ارقام مفيش فيها حروف او كلمات. الكاونت A بتجمع اي value سواء كانت رقم او اسم. الكاونت F بتجمع حاجه طبقا لشرط معين انت حاطه في الاف فورمولا. طب الكاونت F هي نفس القصه بتاعت الكاونت F، ولكن عندنا اكتر من شرط بنحددهم. هنشرح كل ده. كاونت بلانك بيجمع كل الخلايا الفاضية اللي موجودة في الرينج اللي احنا اخترناه. الدي كاونت هنحكي قصتها، ان هي بتدور على قيمة معينة في رينج معين في داتابيز معينة. الدي كاونت ايه نفس القصة بتاعت الكاونت ايه، برضه بتدور على كل الفاليوز، لكن الدي كاونت بتدور على نيوميريكال فاليو. الكيو سيت كاونت دي ادفانسد فورمولا هنتكلم عليها. طب نبدأ بالكاونت. الكاونت اخترناها، احنا مثلا عايزين نعمل كاونت للي موجود في السكور. جاب لنا ان هي 7 مع ان هنا كام؟ 9. طيب ليه 7؟ لان السبعة دول هم النيوميريكال فاليوز بس، 1 2 3 4 5 6 7. طيب نيجي لاختها الكاونت ايه. ده الكاونت ايه قالت كام؟ 9. ليه؟ لان هم 9. لان هو جمع الكلمات، اي حاجه فيها كلمات او حروف مع الحاجات اللي فيها ارقام. يعني هو بيجمع كل السيلز، المهم تبقى فيها قيمه. دي فاضيه، طب لو حطينا فيها رقم بقت 10، طب حطينا فيها كلمه برضه بقت 10. طب الكاونت اف. الكاونت اف مثلا عايزين نجمع في كام حد هنا اسمه تشارلي. بنختار الرينج اللي هندور فيه، نكتب الاسم اللي احنا عايزينه تشارلي، جاب لنا واحد. طب عايزين ندور مثلا على اسم أليس، ممكن نغيرها نخليها هنا أليس عشان بس هنحتاجها في الفورمولا اللي بعدها. في 2 أليس. طب عايزين نطلع أليس اللي موجودة في الاتش ار. طيب نعملها كاونت افس. هنختار الأول الرينج اللي عايزين ندور فيه على أليس، بعد كده نكتب أليس. بعد كده هنختار الرينج اللي هندور فيه في الديبارتمنت وندور على اتش ار. فعندنا الاتنين أليس اتش ار، عندنا 2. طب لو الخانة دي مثلا فاينانس، طب طلع لنا واحدة بس أليس في الاتش ار، لكن أليس التانية دي في الفاينانس فما عدهاش، لأن احنا حددنا له شرط إن يكون اسمها أليس وتكون موجودة في الاتش ار. لكن اللي فوق هو بيجمع اسم أليس وخلاص، مفيش شرط تاني هو بيدور فيه. طب الكاونت بلانك. كاونت بلانك هندور على كل السيلز الفاضية اللي في الجدول. قال لنا إن هما 6. طب نجمعهم كده ونتأكد. 1 2 3 4 5 6 كده مظبوط. طب نيجي بقى للدي كاونت. الدي كاونت بتدور في داتابيز عشان تطلع كرايتيريا معينة بندور عليها. فخلينا نعملها كده مع بعض. دي كاونت
قال لنا هنا داتابيز، هنختار الجدول كله. طيب هندور على كرايتيريا معينه في مثلا العمود بتاع السكور، فنختار بس العنوان بتاعه. بعد كده هنختار الكرايتيريا. احنا بس في خطوه ما عملناش، بس خلينا نختار الاثنين دول، وهنكتب هنا، ناخد هنا السكور كوبي بيست. طيب تاني الفورمولا دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا هدور في الداتابيز دي في الكولوم او العمود بتاع السكور على الكرايتيريا اللي هحطها هنا. فدلوقتي لما حطيتها سبتها فاضيه، هو قال لي ان هم 7. ليه؟ لان هي دي كاونت، اتفقنا ان هي هتجمع نيوميريكال فاليو، ارقام، فجمع لنا السبع ارقام اللي موجوده. طيب لو حد قلنا بقى مثلا عايزين نعرف كام واحد جايبين 95، السكور بتاعه 95، طلع ان هما 2، نتاكد، ده واحد وده التاني. طب كام واحد جايبين 85؟ واحد، هو واحد فعلا. فهمناها؟ نيجي بقى للدي كاونت ايه. هي نفس القصه، بس الدي كاونت ايه زي ما اتفقنا ان هي بتجمع كل الفاليوز اللي موجوده في السيلز، سواء نيوميريكال او نون نيوميريكال. طيب قال لنا برضو عايز الداتابيز، هندور في السكور الكرايتيريا نفس الكلام. هنا عشان لسه 85 موجودة نشيلها. قال لنا الدي كاونت ايه 9، لان هما كلهم 9 زي الكاونت ايه كده. طيب انا بقى عايز احط كرايتيريا، عايز اقول له عايز يس هنا 2. طب انا عايز الناس اللي جايبه 91 واحد. ده الفرق بينهم، ودي الطريقه اللي بنعمل بيها الدي كاونت ايه. طيب الكيو سيت كاونت دي ادفانسد فورمولا ليها علاقه بنربطها باونلاين داتابيز وقصه كبيره، فدي مش هنتكلم عليها النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. لو لقيت الفيديو مفيد ليكم اعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.